السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعت بفيديو جديد واللي هو تكملة الفيديو الأول من الترشي أو المخللات بعد ما كبسناهم بمي وملح وخل. اليوم راح نسوي 3 أو 4 أنواع من الترشي اللي هو مدبس أسود ومدبس بالرمان والترشي الأصفر العادي اللي هو بالخل والترشي بالعنبة. أول شي عندي هنا البهارات أو الأغراض اللي أستخدمهم للترشي. عندي هنا صبغ لزينة كمية صغيرة، وهنا بهارات الترشي اللي تكون كركم وكاري وعنبة وهاي الشغلات. وعندي هنا هذا الفلفل الأحمر حاد كلش، وهذا الثوم العجم يعني هذا نستخدمه بالترشي. وعندي هنا كزبرة يابسة صحيحة مو مطحونة. وعندي هنا العنبة الطوز. طبعا العنبة الطوز راح أسويها قدامكم، أنا مسويتها في فيديو آخر اللي هو فيديو الفلافل، واليوم راح أعيد شلون نسويها. أول شي راح أخلي الثوم أو ثوم العجم راح أخليه بكاسة وأخلي عليه مي، يعني خلال الفترة اللي راح أشتغل بها الترشي، حتى إذا بيه أتربة أو طوز هذه حتى تنفك من ثوم العجم، وأرجع أخليه للترشي أو أضيفه للترشي ويكون نظيف. ثاني شي راح أجيب أي شي تكون تريدون، جدر صغير، طاوة صغيرة. أنا جبت هاي الطاولة الصغيرة لأن الكمية عندي كلش قليلة، ما راح أسوي كمية كبيرة لأن راح أسوي 3 أو 4 أنواع من الترشي. خليت العنبة اللي هي طوز، وخليت ضفت شوية تقريبا نص استكان خل، وضفت مي ورفعتهم على النار، وهسه أحرك بيهم إلى أن تغلي عندي العنبة. بس غلت العنبة راح أشيلها وأخليها تبرد على صفحة حتى أكمل بقية مواد الترشي أو الغراض اللي أستخدمهم للترشي. أنا بدأت تغلي عندي العنبة، صارت بهذا الشكل. هسه راح أطفي عليها النار، وهسه صارت بهذا الشكل. خليها تبرد، وبس تبرد راح أرجع أستخدمها. طبعا بس تبرد راح تثخن أكثر، وإذا تحبوها ثخينة أكثر تقدرون تضيفون بعد من بهارات أو طوز العنبة. بعد ما خليت العنبة تبرد، عندي هنا الرمان، عندي هنا كيلوين رمان. راح أفتح الرمان أو أفلس الرمان. طبعا كلنا نعرف شلون نفلس الرمان، إما تفلسوا بيدكم أو تدقدقون عليه يعني تدقون أو تدقدقون عليه بشي شغلة. هسه راح نفتح الرمان ونشوف الرمان اللي جبناه شلون راح يطلع. طبعا الرمان إذا كان أحمر يعني ما يحتاج تخلون أو نضيف ملون غذائي. في حال الرمان ما كان أحمر يعني لو الرمان ما كان أحمر تقدرون تضيفون ملون غذائي حتى تحصلون على اللون الأحمر اللي يكون بالمدبس مال الرمان. طبعا أنا هسه راح أفلسه وأرجع لكم. أنا بعد ما فلست الرمان، طبعا ما فلست الكيلوين، أقل من كيلوين فلست، لأن أنا راح أسوي كمية قليلة من الرمان المدبس الأسود والترشي الأصفر، فراح أسوي 3 أنواع، فأسوي كميات قليلة. هسه بعد ما كملت الرمان راح أجي أهرس الرمان بالبلندر بهذا الشكل حتى أطلع مي الرمان أو عصير الرمان. طبعا هنا هرست الرمان بالبلندر بهذا الشكل. هسه راح أرجع أصفي الرمان بهذا الشكل حتى أتخلص من الحب، وبس يضل عندي عصير الرمان أو مي الرمان. بالنسبة شلون يعني تحصلون على مي الرمان، تقدرون إذا ما عندكم بلندر محضرة طعام تقدرون تهرسون الرمان، ما عندكم محضرة طعام بالخلاط، ما عندكم خلاط تقدرون تعصروه بإيدكم، يعني يصير بكل الطرق. فهنا أكمل كل كمية. شوفوا يعني مي رمان أو عصير رمان بهذا الشكل. هنا أكمل كل كمية. شوفوا ما شاء الله اللون يخبل كلش حلو. هنا عندي الترشي. بالنسبة للترشي طبعا أني طلعت الترشي عندي اللي هي الترعوز والقرنبيط والخيار والجزر واللهانة، خليتهم بمي حتى أتخلص من الملوحة اللي موجودة بيهم. خليتهم تقريبا 1.5 يوم إلى 2 يومين، وكل كم ساعة كنت أبدل المي مالهم.
خاصة القرنبيط واللهانة خليتهم يعني بوحدهم لأن يكون بهم ريحة ما طيبة، حتى أتخلص من الريحة مالتهم، فخليتهم بوحد، والبقية الأغراض خليتهم أيضا بإنجانة بوحدهم. هنا عندي خل التفاح، راح أرجع أضيف كوبين من خل التفاح، وأرجع أضيف كوبين من خل العنب، لأن خل التمر ما متوفر عندنا، من نسوي ترشي أخلط خل العنب مع خل التفاح. راح أرجع أضيف كوبين من خل العنب، وأضيف للمي، وأشوف شلون راح يصير طعم الخل أو طعم الخلطة اللي راح أسويها. هسه راح أضيف تقريبا 10 أكواب من المي. هسه راح أشوف هذا 1 2 3 و4، وهذا الكوب الخامس. وهسه نرجع نكمل مي. 6 8 9، خلينا 9 أكواب. طبعا لكل كوب خل نخلي تقريبا كوبين مي. بعد ما خلطت الخليط وضقته، رجعت خليت كوب خل، ورجعت خليت كوبين مي، يعني مجموع الخل صار 5 أكواب خل و11 كوب مي. هسه راح أرجع أضيف الملح. عندي خاشوقتين كبار أو ملعقتين كبار من الملح الخشن، وعندي هنا صبغ اللوزينة وبهارات الترشي مثل ما قلت، أضيفهم وأخلط بهذا الشكل، أخلط بهذا الشكل إلى أن تذوب البهارات مع المي والملح. وهسه من العنبة اللي سويتها أضيف 5 ملاعق كبار حتى تنطيني نكهة طيبة للترشي. هنا بعد ما كملت راح أرجي أجيب الغراض أو مواد الترشي وأقطعهم مثل ما تشوفون بهذا الشكل. هنا اكتفيت بالكمية هذه. طبعا راح أخلطهم بهذا الشكل مثل ما شفتوا. أقلب المواد كلها مع بعضها حتى تختلط، لأن بعض المواد أو بعض من الخضروات اللي كبسناها صارت أسفل، يعني الجزر والخيار صار أسفل، فنقلبهم بهذا الشكل حتى تختلط كل المواد مع بعضها. طبعا بالنسبة للترشي الأصفر احنا نسويه، أو أنا أسويه بهاي الطريقة. هاي الطريقة اللي تعلمتها من أمي وعمتي أو حماتي الله يحفظهم. طبعا هاي الطريقة هي طريقتنا الخاصة، يعني أنا ما أخذتها لا من أبو الترشي ولا من أي أحد، أنا تعلمتها من أمي ومن عمتي اللي هي أم زوجي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع الأمهات. هسه بعد ما كملنا الترشي الأصفر راح أجي أسوي مدبس بالرمان. بالنسبة للمدبس بالرمان مثل ما قلت عندي هنا كمية من عصير الرمان، راح أرجع أضيف لها نص استكان دبس تمر. وأكو ناس يضيفون شكر، وأكو ناس يضيفون كاتشب. أنا ما أضيف لا الشكر ولا الكاتشب، أكتفي بدبس التمر بهذا الشكل. وراح أرجع أضيف لها بعدين بالنهاية أضيف لها من دبس الرمان. طبعا أكو ناس يخلون الرمان على الطباخ ويغلون حتى يحصلون على يعني خليط يكون ثخين، فأني ما راح أغلي الرمان. راح أكتفي بأنه ضفت له نص استكان من دبس التمر. هسه راح أشيل من هذا الترشي نفسه، بس ما أخلي وياه من الخل، هيك يعني أشيل مثل ما تشوفون بهذا الشكل، وأخليه بالعصير أو خلطة اللي هي مدبس مال الرمان. أشيل بهذا الشكل. طبعا أشيل من كل الخضروات اللي كبسناها أو من كل الأغراض اللي كبسناها، أشيل بهذا الشكل. طبعا هنا طبعا هاي الكمية كافي. وآخر شي أحب أضيف له هيجي، يعني مثل ما شفتوا شمشة شلت أو مقدار تقريبا أقل من كوب ضفت من الخلطة مع الترشي الأصفر حتى تنطيني هاي النكهة اللي تكون بالمدبس. وراح أضيف آخر شي 3 خواشي ضفت من دبس الرمان حتى تنطيني
طبعا دبس الرمان ينطينا أو يعادلنا الحلاوة والحموضة اللي تكون موجودة بالمدبس. وأكو ناس يضيفون ليمندوزي، أنا ما ضفت الليمندوزي، إذا تحبون تقدرون تضيفون ليمندوزي. طبعا كل ما نخلي شغلة نرجع نذوق الترشي إلى أن نصل للطعم المطلوب. هنا خليت الثوم العجب، طبعا الثوم العجب ينطي طعم كلش طيب للترشي. وهنا خليت الكرافس الأخضر، ما راح أضيف الكزبرة الصحيحة للمدبس بالرمان، إذا تحبون تضيفوها بإمكانكم تضيفوها. وآخر شي راح أضيف الفلفلة الحادة، طبعا تنطي طعم كلش طيب للترشي، يصير بيه هيجي لجحة صغيرة من الحدادية. عندي هنا المدبس الأسود، طبعا هذا الخلط جبته من أبو الترشي جاهز للمدبس الأسود. وعندي كاسة من دبس التمر، زيت زيتون، وعندي خاشوقة بطنج، وعندي هنا الصاص تقريبا أكثر من نص كاسة. هسه راح نشوف شلون راح نسوي مدبس الأسود أو مدبس التمر العادي، يعني اللي احنا موجود أو متعارف عليه بالعراق، مدبس أو ترشي مدبس يسموه. عندي هنا راح أنزل أو أضيف الدبس بهذا الشكل. طبعا الدبس اللي استخدمته هنا ثخين كلش، فأضيفه بهذا الشكل وأرجع أضيف الصاص. ضفت الصاص. طبعا بإمكانكم انتو تضيفون دبس رمان إذا تحبون، أنا ما ضفت دبس الرمان لأن هو المدبس يصير حلو. وهنا ضفت زيت زيتون، وهذا البطنج. طبعا البطنج يعني مكون رئيسي بالمدبس، واكو ناس يضيفون نعناع، انا ما ضفت النعناع، اكتفيت بالبطنج فقط لان طعم البطنج احسه اطيب بالمدبس. وهسه راح ارجع اضيف الخل للمواد اللي ضفتهم. طبعا الخل اللي جبناه بيه طبعا بهارات المدبس اللي تكون موجودة عادة بالمدبس، فأنا من جبت الخل أبو الترشي قال مخلوط بالبهارات وبكمية بسيطة من الدبس، يعني كمية الدبس اللي خليتها بهذا المدبس تصير كوب الشرب العادي، مو هذا الكوب الكبير، كوب هذا اللي نشرب بيه اللي هو 160 ملي. فهسه نخلط المواد كلياتها إلى أن تذوب، ونرجع نضيف غراض الترشي أو مواد الترشي للخليط المدبس. هنا كملت بعد ما ذوبت كل المواد. شوفوا هيج أريد الخليط يكون بهالثخن. أكو مرات الناس يسوون يكون ثخين كلش، أنا ما أحب الخليط يكون كلش ثخين، أكتفي بهذا الشكل. وهنا ضفت شوية لون أصفر للترشي، يعني أحبه يكون بهذا الشكل مثل ما نجيبه يعني من برا، فضفت له اللون الأصفر بهالشكل. وأرجع هسه أخلطهم بهذا الشكل. وهنا كملت المدبس بهذا الشكل. طبعا ضفت له الثوم العجم والفلفلة الحادة، وشكد ما تصورون طعمه كلش طيب. وهنا عندي العنبة خليتها بهاي الكاسة، وضفت لها بقية الغراض اللي متبقية من مواد الترشي، ثرمتهم ناعم بهذا الشكل حتى تكون جاهزة لللفات. وهنا خليت الكزبرة اليابسة للترشي الأصفر فقط، وخليت هذا الفلفل الأحمر الحاد. وهنا راح أخلي آخر شي الثوم العجم بهذا الشكل. وهنا نكون كملنا 3 أنواع من الترشي أو 4 أنواع صارت. عندي المدبس بالرمان، والترشي الأصفر، والمدبس العادي اللي هو مدبس الأسود. وهنا آخر شي وصلنا نهاية الفيديو. أتمنى أن يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا من عنده. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى تصلكم جميع الوصفات. وهذا هو الترشي اللي سويناه. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، كلش يعني شي روعة. وإن شاء الله ألقاكم فيديوهات أخرى ومزيد من الوصفات.